هل سبق لك أن نظرت إلى السماء ليلاً وتأملت في اتساع الكون؟ الكون الذي نراه، تلك اللوحة من النجوم المتلألئة والمجرات البعيدة، قد يخفي سراً أغرب مما نتخيل. ماذا لو أخبرتك أن كوننا ليس سوى واحد من بين أكوان عديدة، كل منها بمثابة فقاعة منفصلة في رغوة كونية لا حدود لها؟ هذا هو مفهوم الأكوان المتوازية، وهو مفهوم أثار فضول العلماء والفلاسفة والحالمين لقرون. إن فكرة الأكوان المتوازية ليست مجرد نتاج للخيال العلمي، إنها تنبع من أعماق الفيزياء النظرية، من محاولاتنا لفهم القوانين الأساسية التي تحكم واقعنا. المعادلات التي نستخدمها لوصف الكون، من العالم دون الذري إلى النطاق الكوني الكبير، تشير إلى إمكانية وجود عوالم أخرى خارج عالمنا. هذه ليست مجرد نسخ مختلفة من كوننا، مع مسار تاريخي مختلف قليلاً. إنها عوالم ذات قوانين فيزيائية مختلفة، وثوابت أساسية مختلفة، وحتى أبعاد مختلفة. تخيل كوناً حيث الجاذبية أضعف، أو حيث ينتقل الضوء بسرعة مختلفة. هذه الأكوان، بالرغم من كونها غير مرئية، قد تحمل مفتاح حل أعمق ألغاز وجودنا. قد تحمل أصداء الانفجار العظيم، ذلك الحدث الكارثي الذي ولد كوننا، الدلائل الأولى على وجود الأكوان المتوازية. في الأجزاء الأولى من الثانية بعد الانفجار العظيم، مر الكون بفترة من التوسع الهائل تعرف باسم التضخم. هذا التوسع السريع، مدفوعاً بحقل قوة غامض، مد نسيج الزمكان وسوى تجاعيده، مما أدى في النهاية إلى الكون الشاسع والمتجانس نسبياً الذي نلاحظه اليوم. لكن ماذا لو لم ينتهي التضخم في كل مكان في نفس الوقت؟ هذه هي الفكرة المركزية وراء نظرية التضخم الأبدي، والتي تشير إلى أن التضخم يستمر إلى الأبد في بعض مناطق الكون، بينما ينتهي في مناطق أخرى. كل منطقة يتوقف فيها التضخم تؤدي إلى نشوء كون فقاعي، عالم منفصل بخصائصه الفريدة. في هذه الصورة الكونية الكبرى، كوننا ليس سوى فقاعة واحدة في بحر شاسع ومتسع باستمرار من الأكوان. قد تكون هذه الأكوان مفصولة بمسافات لا يمكن تصورها، وضوءها بعيد المنال إلى الأبد، ومع ذلك فإن وجودها، حتى لو كان غير قابل للملاحظة، له آثار عميقة على فهمنا للكون. تقدم نظرية الأوتار، وهي مرشح رائد لنظرية كل شيء، لمحة أخرى مثيرة